ماما ليه ما فيني أسافر مع أصحابي؟ ماما ليه ما فيني أروح أبات عند صاحبتي؟ بابا بليز بليز خليني أروح على المول لوحدي. هاي أسئلة تخطر في بالنا كتير، بس أحياناً الأهل بضلوا ثابتين عند موقف معين وما بيغيروه. شو السبب اللي بيخلي الأهل تثبت على مبدأ معين وتضل إنه هي تحاول تزرعه في أولادها؟ هل هذا له نتائج إيجابية ولا نتائج سلبية؟ من أكثر الأشياء اللي بتأثر على تربية الأطفال إنه نحن لما نطلب منهم شغلة نفهمهم أسباب الطلب هذا ليه. لما نطلب منهم إنه هم ما يتأخروا برا البيت لازم نقول لهم الأسباب اللي بتخلينا نطلب منهم هذا الطلب. يعني نحن بنخاف عليكم من السترينجرز، نحن ما بنحب إنه أنتم تتعرضوا لأي شيء فيكون الوقت متأخر، ممكن هذا الشيء يسبب لكم إنه أنتم تتعرضوا لموقف ما نقدر نلحقكم فيه. فهون الطفل بيتربى في بيئة عارف إنه الأشياء اللي عم تنطلب منه هي أشياء واقعية. الطلب اللي عم يطلبوه الأهل منه هو لأسباب خوفاً عليه وليس لفرض السيطرة والتحكم. هون لازم نعرف إنه ثباتنا على المبادئ بيخلق شعور بالأمان للطفل وبيعطيه فكرة إنه حتى لو كان المبدأ اللي هو ماشي عليه بيختلف عن كل الأشخاص اللي حواليه، هذا بيخليه يكون مميز مو أقل منهم. من أهم الأشياء اللي لازم نحطها في عين الاعتبار اللي هي إنه نعلم أولادنا الصدق، الاحترام، إنه هو ما يكذب. مثلا بتذكر وانا صغيره انه بابا كان مره دائما يحكي لي لازم دائما تقولي الحقيقه، لانه لو دائما بتقولي الحقيقه ومره واحده كذبتي الناس حتقول عنك كذابه. بس لو انت دائما بتقولي الحقيقه والناس عرفت عنك هذا الشغله دائما رح يصدقوكي، لانه حبل الكذب كثير قصير. فدائما كان يعلمنا انه شو ما كانت الكذبه نتيجتها حتكون أصعب بكتير من إنه نحن نقول الحقيقة ونتحمل نتيجتها. فكنت دائماً أعرف إنه طول ما أنا بحكي الحقيقة لازم إني أنا أنجو من المشكلة اللي أنا فيها. وهي النقطة اتعلمتها وكانت من أهم النقاط اللي هي الثبات على المبادئ. كبرت وحاولت إني أنقلها لكل حدا بتعامل معه، إنه أحياناً لو كان الكذب بينجي فالصدق بينجي أكتر. وهي مثال على الثبات على المبادئ. دائما بقول شغلة إنه الإنسان اللي بيتعلم عن المبادئ وبيتربى عليها صح هو مثل الشجرة اللي جذورها بالأرض كتير كبيرة، مهما إجاها هوا وتحركت إلا إنه هي دائما بترجع تكون ثابتة وصلبة في مكانها. فلذلك لو عندك مبدأ وحابب انك انت تنقله لاولادك ضلك ثابت عليه مهما حاولوا الناس يقنعوك بعكسه. ودائما انا بقول خليكم معانا خطوه بخطوه لنحافظ على النعمه اللي رب العالمين اعطانا اياها اللي هي اولادنا.